راهو بالخير مشينا بافل قلت له قالوا لنا من خدامها ندخل نشرب 50 واحد اول مره توا احقاقا للحق الموضوع فيه مرضى ما همش موجودين معنا، ما همش من المعتصمين ومش من اللي يحبوا يخدموا. الموضوع كبير برشا، الاعلام في بالي نجم يلعب في دور كبير برشا وتنجموا تعاونونا بصفه يجيو مع الحق كما قلنا له احنا الوالي قلنا له اجي مع الحق يا رب. نحن نقول ما نرى. هل انه اللي مع الاداره خالصين 5 اشهر؟ اسكو سي فري ولا يعني معلومه خاطئه. اللي مع الاداره 5 اشهر انا 40 واحد كثير قعدنا نفرقوا به فما باش فما شوف كيفاش تعلم ناس ثبت لهم شريك جوان خاطر تذكروا على الاداره اللي في اللفان توا بعد ما هدمت الشركه بعد 5 شهور نمشي لسي محمد شعبان يقول لي انا بريء منه هذا الزبون. نحب نفهم انتم بعطيوني جاوبوني ايش تفهموا من العديد من المواقع راهو الاسم هذايا عاد الاسواقي من الحاجه اللي فريمون تقعد بوانت دانتروغاسيون كبيره برشا. الاسم هذايا تم تداوله معناها وصلنا الى درجه انه اصبح كفرد معناها يهدد العديد من الاطراف كيك سواء في الصحه ولا خاطر مش كان انتم قاعدين خاطر خلى الاتحاد بلطجيه ما عادش اتحاد عام في الشغل. الشخص هذا عنده وعنده معناها موقع كبير يخلي معناها البلاد توقف. قال انا متبري من عادل الزبغي متبري من المعتصمين. معناتها تصور انت سامحني تصور معناتها سي عادل الزبغي كرر في جرته يجي 25 واحد اللي هما زملائنا كانوا يخدموا معنا من اصحابنا. عادل الزبغي اللي هي بالصحه هو يعرف روحه نقابي وهذه العمل النقابي الاسمى اللي هو يمنع المريض من ياخذ بس احنا ستوك موجود في الشركه يعني نشوف في البرما نحب نوصل المعلومه هذه لكل العباد الكل في تونس كامله اللي راهي شركتنا من اعز الشركات واللي نلقاوها في البرما ما نلقاوها في حتى بلاصه من كل ناحيه. بالنسبه للدويات مثلا ناخذ دي زيشونتيون كرافي عرفنا ديجا علاش مره قلنا ما نسمحلهمش الخدام الكل اللي يستحق الدواء ويمشي يشريه من الفارماسي بفلوس يجيب لي اوردونونس من عند الطبيب ونعطيه الدواء ايسونتيون غراتوي بلاش من عندي من الباك ب3000 حتى الباك 80 دينار. بالنسبه للبريم نتاعنا كل عام ناخذ 13 موا نتاعنا كل عام ناخذ الشهريه تصب لو 23 لو 24 الماكس. عندي 12 سنه نخدم تو ما نتذكرش مره شهريتي تصبت بعد 30 ولا يقول لك مثلا احنا توا في ظروف ما هياش ولا شهريتنا تصب في وقتها. الزياده بريسك كل عام يزيدونا زيادات محترمه حتى ما نتخيلش انا حتى حاجه جات عندنا نقابه يزيدونا كيما الزياده اللي زيدانا. عرفنا معناتها انا ديرنييرمون كنت الشهريه نتاعي معناتها زادني 60 دينار الشهريه نتاعي 60 دينار هذايا ما نتخيلش انا كانت في حاله الشغل النقابه مش تزيدها لي في ضربه كيما هكا. توا عندي 12 سنه ما فماش عام ما يزيدونيش كل عام زياده بريمه البريمه نتاعي نقول بريمه صراحه شيء اسف معناتها كيفاش شركه كيما هذه تجي عباد تحب تهدمها على شنو ما نعرف شنو طلبات المعتصمين هذوما معناتها طلبات حاجه حكايه فارقه معناتها كانوا يجوا يخدموا ويطالبوا مش نجيو نسكروا معمل على خاطر معمل الدواء بالنسبه لي انا عباره سبيطار ما يلزموش يتسكر. فعندنا دي برودوي نخدموا كان احنا خاطر لو في السوق ما فماش في الفارماسي مش موجودين معناتها برشا مرضى يطالبوا بالدواء هذا ما يلقاوهش. هذه تسمى كارثه معناتها على طلبات ضعيفه معناتها نقوموا نسكروا معمل كيما هذا مش معقول. بينا السلطه تقوم بالواجب نتاعها وتتدخل في اقرب وقت قبل ما يكمل يتهدم المعمل خاطر قاعد في خطر على الاخر. معناتها اللي بنيناه احنا في 14 سنه 15 سنه يجيو عباد يهدموه لنا في 6 شهور احنا ما احناش مسامحين باش يعملوا الشيء هذا. لازم المعمل يتحل في اقرب فرصه باش يرجع يقف على سقيه ويرجع يخدم واللي يطالب بحق يطالب بشويه ويطالب حق. انا نحكم على روحي حتى ولو عندي حق ما معناتها عندي حاجه معناتها ما هيش متوفرت لي
نطلبوا ان نخدم ونطلب معناتها مش نجي انا نسكر معمل على خاطر باش يخدم في 180 خدام وكان يجي يخدم 500 خدام معناتها المعمل مازال يكبر مازال كان يخدم 500 خدام على خاطر طلبات ما لها معنى نقوموا نسكروا معمل ماهوش معقول. اذا بينا السلطه تقوم في اقرب وقت تقوم بالواجب وتمشي تفك الاعتصام هذا ترجع تحل المعمل توقفوا على سكر. قوة الاتحاد ما